بجد حاجه تحرق الدم وتوجع القلب لما قريتوا الفاتحة؟ مين هنا نايم؟ بابا الله ايه؟ عشان ما تسألونيش على بابا. بابا هو انا جبتكوا عنده عشان انتوا كل شوية تسألوني على بابا. بابا اهو، يلا ادعوا له بقى، قولوا ربنا يكحمك يا بابا. على فكرة ده طلب والدهم، مش مسافر ابو ظبي. جيت اتصل بيه بقول له كلم عيالك، راح جاي قال لي خلي عيالي يعتبروني ميت. زي ما بيحصل على الجانب ده بيحصل على الجانب ده. لما ست تجمع اخواتها وتمسك جوزها تضربه بالشكل ده، حاجه اخر قله ادب وحاجه سيئه جدا. شايف شايف في نفس الموضوع برضو هتكلم فيه عن واحد برضو مخلي مراته بتنزل تحت لاخوها ومرات اخوها عشان يضربوها ويبهدلوها عشان تتنازل عن حقوقها. زي ما بيحصل على الجانب ده بيحصل على الجانب ده، لان المشكله عمرها ما كانت في ورقه الطلاق اللي اتكتبت. المشكله لما بيت كامل ينهار واطفال يدفعوا الثمن. تعالوا بقى نشوف شويه مشاهد بقينا بنشوفها كل يوم. اول مشهد الخناقات اللي بتبدا صغيره وتكبر، زوج وزوجه مختلفين على حاجه عاديه، بدل ما يقعدوا يتكلموا الصوت يعلى والاهانه تدخل والاحترام يضيع، وكل واحد يحاول يكسب الخناق وينسوا ان البيت نفسه هو اللي بيخسر. تاني مشهد الضرب والاهانه. في ناس لحد النهارده فاكره ان القوه هي في الضرب، راجل يمد ايده على مراته او زوجه تتعمد الاهانه والتجريح قدام الناس، والحقيقه ان اول ما الاحترام يضيع العلاقه كلها بتبدا تنهار. ثالث حاجه مشهد الطلاق اللي بيتحول لحرب. في ناس بتتطلق وتكمل حياتها باحترام، وفي ناس بتحول الطلاق لمعركه مفتوحه، تبدا بقى اتهامات ومشاكل وخناقات ومحاوله مستمره لايذاء الطرف الثاني، كأن الهدف بقى هو الانتقام مش الحياه. رابع حاجه الاولاد هم اللي بيتحطموا في النص وهم اللي بيدفعوا الثمن، وده ممكن يكون اصعب حاجه. طفل كل يوم بيسمع امه بتتكلم عن ابوه او يسمع ابوه بيشتم في امه، الطفل ده بيبقى تايه لان الطرفين اللي بيحبوهم بيتحاربوا قدامه. خامس حاجه اب قرر يختفي او يسافر او يسيب البيت ويقرر انه يبدا حياه جديده، زي الناس اللي بتسيب البيت وتمشي، اللي هم اشباه الرجال اللي يسيب عياله ويمشي وما يصرفش عليهم، ودي برضه بتسبب مشاكل وكوارث كتير في الاسره المصريه. في نفس الوقت ما يسالش على اولاده. حالات كتير جدا بقت تقابلني بالشكل ده. ساعات كمان بيختفوا وما بيبقوش عارفين هم فين، يعني بيختفوا عشان يهربوا من المسؤوليه، وساعتها الام بتشيل مسؤوليه كبيره جدا وبتوصل ممكن توصل لحاله نفسيه زي اللي وصلت ليها بسنت قبل كده اتكلمنا عليها. ام بتصحى الصبح تشتغل وترجع تذاكر وتربي في الاولاد وتحاول تخبي تعبها عشان ولادها، في نفس الوقت بتحاول تجاوب على السؤال اللي بيتكرر كل يوم، هو بابا هيرجع امتى؟ ما بتبقاش عارفه حتى ترد على اولادها تقول لهم ايه. دول اشباه الرجال، لكن الراجل هو المسؤول عن بيته اللي يقدر يصرف على بيته ويشتغل شغلانه واثنين وثلاثه عشان يصرف على بيته، ما يسيبش عياله كده ويهتم بعياله ويربيهم كويس، لان التربيه هي الاب والام لازم يكونوا مع بعض. حتى لو انت مسافر تابع اولادك، تصرف عليهم، خليهمش عايزين حاجه، لان هم دول مسؤوليتك في الحياه، ما تبصش لنفسك بس. اللي احنا بقى بنشوفه مره اب يمنع اولاده عن امهم، ومره ام تمنع اولادها عن ابوهم، وكل طرف بيشحن الاطفال ضد التاني. هل ده اللي انت شايفه ده صح؟ في الاخر الاطفال دول هم اللي بيشيلوا الجرح سنين طويله. الخلاصه بقى الزواج مش سهل، الطلاق اوقات بيبقى هو الحل الوحيد لبعض الناس، لكن اللي عمره ما بيبقى مقبول ان الخلاف ده بين الزوج والزوجه يتحول لعقاب للاولاد، لان الطفل مش طرف في المشكله ومش المفروض يعيش عمره كله وبيدفع ثمن قرارات الكبار. في النهايه اصعب شعور هو ان اي طفل يحس انه فقد ابوه وامه وهم لسه عايشين. قولنا رايك في التعليقات ودايما تابعنا عشان يوصلك كل جديد. الله المستعان وتحيا مصر.